اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج ارض من دهب. دلوقتي احنا بنكمل رحلتنا ووصلنا للبر الشرقي. البر الشرقي في اول زيارتنا ليه كانت في معبد الكرنك. معبد الكرنك ده مكان لعباده الاله امون وزوجته وابنهم. طبعا لو تفتكروا كان في الحلقه بتاعت الصوت والضوء كنا رحنا المعبد ده كان بالليل. من أنت؟ يتوالى عليه الجواب من الجدران والحجرات السرية وقواعد التماثيل، فالجواب محفوظ عليها جميعا بالحروف الهيروغليفية. ده اللي كان بيحكوا فيه عن القصة بتاعت أمون وإزاي اتعرف على المكان أو إيه سبب العبادة هناك بالذات. المرة دي بقى احنا رحناه عشان نفهم بالتفصيل أكتر. الفكرة إن في المعبد ده بدأ نشأته في أواخر الدولة الوسطى سنة 2000 قبل الميلاد. كانوا زي المكان ده زي أرض مقدسة بيتباركوا بيه، إن هما كانوا بيعملوا حروب وحاجات، فده بالنسبة لهم ده المكان اللي بيتعبدوا فيه لأمون. لما وصلنا للدولة الحديثة ده كان العصر الذهبي للمعبد ده، لأن بدأ الملوك كل واحد يجي الحكم لازم يبني حاجة هناك. ده عشان ايه يبني حاجة هناك؟ ده عشان يتقرب في اعتقادهم انهم يتقربوا كده للآلهة، وفي نفس الوقت بيحصلوا على شهرة كبيرة لأفراد الشعب. كان من بداية أمنحتب الأول، وبعد كده تحتمس الأول، وبعد كده حتشبسوت، تحتمس الثالث، أخناتون، والآخر الملوك كان حور محب. فادي اختصار معبد الكرنك. كان كل ملك يحكم مصر لازم يضيف حاجه. وكان برضو من ضمن الحاجات الغريبه اللي كانت في وقت الفراعنه اللي هو العلوم بتاعتها اللي محدش يعرف ازاي وصلوا لها لحد دلوقتي. يعني لحد النهارده الشمس بتتعامد على المعبد ده في تاريخ 21 ديسمبر، يعني في بدايه فصل الشتاء. ده مش في معبد الكرنك بس، ده في معبد الكرنك وفي الدير البحري اللي هو معبد حتشبسوت. ده يعني من حساب الفلكي الهندسي اللي هو بيتكلم عن دوران الأرض حول الشمس. حاجة خارقة، يعني إن هما لازم بيحسبوا الحاجات دي قبل ما يبنوا المباني دي. خلصنا معبد الكرنك ورحنا دلوقتي على معبد الأقصر. معبد الأقصر كان أول زمان اسمه إبت ريست، أو يعني الحرم الجنوبي. ده لأن مكانه أصلا في الأقصر، أو زي ده أواخر المعابد اللي موجودة هناك في الأقصر. كان في طريق مرتبط ما بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر، لأن معبد الأقصر بيبعد عن معبد الكرنك ب3 كيلو. كان في طريق زي سور كده محطوط ما بين التماثيل، ما بين تماثيل أبو الهول وفي تماثيل أبو الهول براس كبش. معبد الأقصر ما كانش زي المعابد العادية أو زي أي معبد تاني، ده لأنه كان مرتبط زي ما قلت معبد الكرنك زي موكب بينقل فيه المعبودات أو تماثيل المعبودات اللي هو أمون وزوجته وابنهم لحد معبد الكرنك. ده لأن معبد الأقصر ده أهم الأماكن أو زي المكان الرئيسي للاحتفالات الدينية المصرية القديمة اللي كانت بتتعمل. وبعد ما بيتنقل المعبودات دي لمعبد الأقصر بيتعمل احتفال باسم عيد الأوبت. عيد الأوبت العيد، عيد الحصاد، أكبر عيد عند الفراعنة. بيبدأوها من البحيرة المقدسة من الكرنك، يفضلوا ماشيين طريق الكباش ده كله 2700 متر لغاية، يعني كل ده هم شايلين الطرابين، شايلين بيت المقدس الإله أمون، وهم ماشيين بالموقف بتاعهم لغاية لما يوصلوا هنا جوه في صالة كبيرة، صالة الاحتفالات. بيحتفلوا أو بيرتكزوا هنا. ده المعبد ده أنا قلت لكم هناك الكرنك، المعبد ده معمول لموت زوجة أمون، والكرنك معمول لأمون، تمام. فبيكملوا الاحتفال هنا في معبد زوجته في الصالة اللي هي في آخر الأعمدة أو آخر الطريق ده. فهنا الحيطة دي كلها المنظر من أولها لآخرها بيتكلم على عيد الأوبت، وهم ماشيين بالقرابين اللي هي المأكولات ومشروبات الحيوانات والطيور، وهم شايلين المركب المقدس والراقصات هنا. ورسم منهم عيد الأوبت. المراسم الاحتفال عيد الأوبت في حاجة اسمها الليلة وحاجة اسمها الدورة تاني يوم. الليلة بالنسبة لنا في مولد سيدي أول حاجات إنه يعني زي سيدي عبد الرحيم القناوي، هو تتلمذ على إيد سيدي عبد الرحيم القناوي، يعني نزل هنا الأول وتتلمذ على إيده حوالي 6 شهور، بعد كده جه على الأقصر. في المولد بتاعه الليلة أول يوم بيكون يعني
فاتحين بيوتنا، هو ده بنكون فاتحين بيوتنا وبنجيب الضيوف وبنأكلهم وبنعشيهم، يعني بنعمل ولائم لضيوف الكرم. انا المولد دي مش الايام دي؟ مش قولوا ان هم شوف. نعم مش الايام دي؟ خلاص لسه من يومين. احنا يعني دي الليله ثاني يوم الدوره يعني بندور في البلد، نفضل ندور في البلد زي ما بيعملوا الفراعنه بالظبط. لما كان بيتقدمهم الملك في الموكب يمشي وهو ماسك الصولجان، هتشوفوها يعني لو رجعتوا الحفله تاني، وهو ماشي بالصولجان ووراه رجال الدين الكهنه، وراهم ناس شايله المركب المقدس لإله امون، جوه المركب بيحطوا تماثيل من ذهب لامون، وبعد كده وراهم ناس شايله القرابين بيقسموا نفسهم، يعني ناس شايله القرابين ناس شايله المركب، وبعد كده المعازف، بعد كده الراقصات. خلاص ويفضلوا مكملين لغايه هنا. احنا عندنا بيتقدمنا مش الملك، لا بيتقدمنا احفاد سيدي او الحجاج، هم اسمهم الحجاجيه، قبيله كده واخدين منطقه لوحدهم، قبيله الحجاجيه. بيلبسوا يوم الدوره كلهم بيلبسوا يعني ابيض في ابيض ناصع البياض، ويمشوا هم ماسكين المصاحف ويقروا كلهم يعني القرآن بالصوت العالي في نفس واحد في البلد، يمشوا في البلد وهم ماشيين بيدوروا في البلد كلها. وراهم بقى على حسب ما بتتفق العائلات قبلها بشهر شهرين ناس تانية ما لهمش علاقة بقى، بس يعني بيجيبوا كل قبيلة بتتفق احنا هنجيب عربية، هنجيب دي جي، هنجيب مش عارف ايه، ويلبسوا لبس عرايس المسرح ماشي، يلبسوا لبس فرعوني يوناني، يعني اي لبس بيلبسوه، ويفضلوا يسقفوا ويشتغلوا يعني بالدي جي وهكذا، ما لهمش علاقه بالناس الحلوه اللي لابسينها بالفضل ويقروا القران. فاحنا طالعين زيهم في مراسم الاحتفال. وكانوا الفراعنه في عيد القبط كانوا يوزعوا المخبوزات الصغيره، وحتى احنا طالعين زيهم في المخبوزات دي، احنا لسه بنخبزها في الصعيد زيهم بالظبط، العيش الشمسي وحاجه اسمها المنون والمنين، حاجات كده تمام، يعني مدوره زيهم. فبياخدوا المخبوزات دي ويروحوا يرشوها والحلويات يرشوها على الناس. احنا برضو بنبقى واقفين زي الشعب، وبرضو ايام الفراعنه بنفضل واقفين في بيرموا علينا هم الحلويات وحاجات كتير يعني طبق الاصل. ده كان ايه من يومين بس الموضوع ده؟ 13 شعبان. تزعلان عشان هو فاتك؟ كل سنه تمام. بصوا كل دول وهم جايين من عيد القبط، هم جايين من الكرنك داخلين على الاقصر يكملوا الاحتفال ماشي. وهالطور اهو بالقرنين بتوع الطور اهو، التيران دي بتذبح، ما ينفعش الابقار تذبح لان الابقار بيعبدوها اللي هي حتحور وازيز على شكل بقره. بصوا كل دول يا جماعه، في واحد هنا المفروض عامل زي الهنود الحمر، عارفين الهنود الحمر لما يكونوا واحد ماسك شعله وبالايد الثانيه بيعمل كده ببقه، يعني نوع من الاستعراض، يعمل جو نوع من الاستعراض. وهنا واحد قدامه ماسك الشعله وهيبدا يوطي كده بوشه، المفروض يتشقلبوا. لو رجعتوا الحفله هتلاقوهم داخلين من الصاله الكبيره ووقفوا في النص، وناس اتوزعت يمين وناس اتوزعت شمال، ناس اتشقلبت بظهرها وناس اتشقلبت بوشها، يعملوا نفس المناظر اللي هنا ماشي. وهنا المفروض المائده وعليها القرابين، واحد بيبلغ الميه اهو خلاص، وهي نفس المائده وهي عليها القرابين. وهنا الشعله، شايفين الشعله ماشي. وهنا واحد قدام مائده القرابين، وهنا واحد تاني ماسك الشعله برضو هنا ماسك، بس بتاعت البخور، يعني دي لوحدها ودي لوحدها تمام. وهنا بايده بيحاول، عارفين لما نشغل الشمعه كده ونروح نعمل كده نحاول نضويها، يعني ان هي ما تديش الهواء يعني ويطفيها خلاص. هنا بقى شفتوا افلام الابيض والاسود تحيه كاريوكا يا جماعه؟ ايوه ما كانت بتعمل طبق الاصل طبق الاصل. بصوا بقى في ناس هنا البنات الراقصات، في ناس ماسكين الشخليله بايد والشخليله الثانيه بايد ثانيه. وهنا بصوا بقى الراقصات تعمل شغل راسها والدراعات ورجلها اهو الراقصات، نفس الحركات بتاعت التمثيل اللي ورا بعض دي، ده تعبير عن الحركه ولا عدد دول كل الناس دول وهم ماشيين اعداد يعني؟ العدد بتاعهم هم ماشيين من الكرنك للاقصر وهم لسه بيرقصوا وبيحتفلوا خلاص. والحركات اللي بيعملوها والاستعراضات لسه مستمرين فيها 2700 متر. فكل دول. وهنا برضو نفس الراقصات. حركه الدراع دي مش بتشوفوها في الافلام الابيض والاسود؟ تحيه كاريوكا وسامية جمال، هو وارثينها من الفراعنه، يعني ما كانوش بيخترعوا اهو. وهنا الطيور، القرابين هي الطيور والفواكه دي كلها خلاص.
ففي حاجات متكسره في الحيطه ده اللي احنا لحقنا نشوفه من اولها لاخرها، كلها بتتكلم عن عيد القبط، مراسم الاحتفال وهم المعازف والراقصات والقرابين وهكذا. لما بيمشوا 2700 متر من الكرنك يجوا هنا وخلص على كده يرسوا ويكملوا حفلتهم هنا في صاله الاحتفالات. خلاص. برضه في شهر نوفمبر لما الحفله اتعملت، لما كان عملوها برضه هنا حرفيا نفس الاماكن بالظبط، حتى يعني العروض عملوها زي ما كان. خلاص بيرجعونا 3600 سنه ورا لايام الفراعنه، يعني ما كانتش حفله كده وخلاص. احنا شايفين في محراب قدامنا، ده محراب الكنيسه. لما استخبوا الاقباط هربا من الرومان بيستخبوا في اماكن اثريه واماكن كتير، فمن ضمن الاماكن الاثريه اللي استخبوا فيها هنا معبد الاقصر. الناس اللي كانت معايا في الكرنك شفنا الاخ مينون صاله الاحتفالات لما رسموا السيده العذراء والسيد المسيح فيها. هنا بقى استخبوا فعملوا الكنيسه، ده محراب الكنيسه، ورسموا رسومات قبطيه اتمسحت، مش ببراعه الفراعنه طبعا، فالرسومات اتمسحت. بنلاقي فوق على الشمال واحنا داخلين بيكونوا في تلاميذ، ناس كتير كده بالالوان بتاعتهم، دول المنظر الوحيد اللي فاضل. تلاميذ سيدنا عيسى، قصه العشاء الاخير، من ضمنهم يهوذا اللي كان ناوي يقتله في الوقت ده، تمام. وبعد كده هو اللي اتصلب مكانه. خلاص. والكلام ده كان هنا؟ لا مش هنا، هم رسموها هنا. هو كده هربانين من الرومان فخايفين فكانوا بيتعبدوا. لوحة العشاء الأخير بس ممسوحة، مش باينة منها غير التلاميذ، بنلاقيها فوق على الشمال تلاميذ سيدنا عيسى. خلاص. طبعا التعذيب الروماني، انا اسفه، التعذيب الروماني للمصريين اخذ حوالي 500 سنه قبل ما يجي عمرو بن العاص ويرحم الشعب ده كله. في ساعتها يعني حاكم من الحكام الرومان ما كانش عاجبه التعذيب ده، فعمل عمودين على اليمين والشمال، بتلاقوهم في وشكم شايفينهم من عندكم طبعا، عمودين روماني، ده مش بالشكل الفرعوني ولا اليوناني، ده بالشكل الروماني ايامهم، نوع من الاعتذار وهديه للاقباط المصريين، وعملها هنا عند الكنيسه بتاعتهم اللي هم عملوها. معبد الأقصر ده ما اتبناش كده عادي، ده نفس الفكرة اللي حصل في معبد الكرنك. كل حاكم يجي يحكم البلد لازم يبني حاجة هناك. يعني كان تقريبا أمنحتب الثالث هو أعتقد هو اللي بنى القلب بتاع المعبد ده، فأدي معبد الأقصر. رحنا بعد كده لجزيرة الموز. جزيرة الموز دي مش مجرد بس جزيرة بتتزرع فيها موز، لا بتتزرع فيها حاجات خضروات وجرجير وتوت وحاجات تانية كتير، بس كانت الأكتر شهرة يعني كانت الموز. طبعا دي جزيرة من ضمن 390 جزيرة ما بين أسوان لحد الملك الرشيد، واخدة مسار نهر النيل كله. المنظر هناك طبعا في جزيرة الموز كانت حاجة تحفة جدا، مع أشجار النخيل مع الطبيعة. انت لو تروحها بالمركب يعني هتهريك أصلا الزيارات في الأماكن هناك في أسوان بالمركب، بس عمرك ما تزهق، وبالذات لما تروح لجزيرة الموز حاجة تانية خالص. أحد الناس اللي ساكنة هناك أو اللي عايشين في الجزيرة كانوا بيتكلموا على أصل زراعة جزيرة الموز دي. كان الأول كان في ناس جم يزرعوا الجزيرة دي، كانوا من سكان قرية اسمها قرية البعيرات. قرية البعيرات دول الناس اتقدمت انها تروح على الجزيرة دي بتاعت جزيرة الموز ويزرعوا فيها. الكلام ده كان في بداية حكم أسرة محمد علي. كان الجزيرة دي ممتلكها واحد من الباشوات زمان اللي هو اسمه رضوان أحمد باشا. ده كان عنده مركب نيلية اسمها ذهبية، وكان بيجي هو وكبار الزوار أو رجال الاقتصاد كمان عشان يجمعوا محصول قصب السكر. فقعدت تتوالى بقى الأجيال وبيحافظوا، يعني أجيال بتسلم أجيال زي ما بيتقال، لحد ما حافظوا على جزيرة الموز. وكان بيجي لها زوار، بيجي لها سياح، وهي على فكرة يعني بتبعد عن وادي الملوك ب5 كيلو، وبيجي لها سياح وبيجي لها مزارات، ومكان زي ما قلت حاجة تحفة جدا. يعني جولتنا في الأقصر خلصت والرحلة كلها خلاص خلصت. ودعنا الأقصر، ودعنا مكان جميل جدا. وطبعا احنا رحنا بالليل طبعا عشان يعني رحنا الكورنيش بتاعها تحفة جدا جدا. يعني أتمنى لو أروحها تاني إن شاء الله. حاجة في منتهى الجمال بالليل بالذات برضه في الأقصر.
طبعا خدنا لمينا حاجتنا وصرعنا نفسنا ورجعنا تاني على محطة القطر هناك، ورجعنا سالمين غانمين في محطة رمسيس. طبعا عايز اقول لكم حاجة بسيطة بس قبل ما اختم الحلقة دي. طبعا مش من القاهرة زي ما قلت لكم في الاول خالص، فلازم ارجع اسكندرية. طبعا قلت ايه، انا مش هسأل حد، انا خلاص انا قدامي شاشة كده اقدر اعرف الرحلة امتى والتاريخ والرصيف، كل حاجة تمام. طبعا طلعت عشان احجز التذكرة بقى عشان ارجع. طلع في الاخر ايه، ماشي في طرقة طويلة جدا، كل حاجة بسم الله ما شاء الله ممتدة، لحد ما وصلت هناك لقيت واحدة قاعدة قدام شاشة بس هي مش صاحية، يعني بالظبط دخلت لقيتها عاملة كده. فانا مش عارف يعني اخبط عليها ولا اعمل ايه. كنت قعدت يا انسه يا استاذه لحد ما خير عايز احجز اسكندريه. حجزت لي وطلعت التذكره. قلت معرفش، قلت اسالها يعني هتبقى رصيف كام، اصل انا شكيت برضه مش عارف ليه. انت اسال تحت بقى. قلت صح هي معاها حق، انا عطلتها عن الاحلام اللي هي كانت عايشه فيها. خدت التذكره ونزلت. فانا معايا التذكره تمام، مكتوب فيها اسم المحافظه اللي انا رايحها ورقم القطر اللي انا هركبه. الشاشه قدامي مكتوب فيها ايه، التاريخ تمام اللي انت هتسافر فيه، ورقم القطر والمحافظه بتاعتك، وفي شاشه كده تحت مكتوب عليها رقم الرصيف. رصيف رقم كام؟ طبعا هو المفروض كان الرصيف بتاعي، انا فاكر وقتها كان رصيف رقم 2، والقطر اصلا بيوصل قبل الميعاد الذهاب يعني بنص ساعة. يعني تمام القطر بتاعي كان الساعة 2 تقريبا، وصل 1:30 بس ما وصلش في رصيف 2. لقيت في قطر جاي في الوقت ده في رصيف 1. طب هو ولا مش هو، هو ولا مش هو؟ سألت حد من ضمن الناس اللي واقفة. طبعا محدش يقول لي اذاعة بقى مش اذاعة، انت ما بتسمعش حاجة اصلا، دي حاجة مخلوشة زي ما انا قلت. فسألت حد من الناس اللي واقفة بتضحك كده لابسين زي واحد، فقلت اكيد دول شغالين في المحطة. قلت له حضرتك فين قطر اسكندرية فين؟ قال لي اهو ايه حضرتك؟ قلت له الشاشة مكتوب عليها 2، ده رصيف 1. لا نفسه طبعا ما شاء الله ما بيتوتروا، فبايه بيكنسلوا بقى اي حد بيكلمهم، يعني محمد قطر اسكندريه رصيف كام؟ تاني رد عليه اول مرة اسمع صوته ما شاء الله، قال له رصيف 1. هو تقريبا بعت لحد اعتقد الاذاعه برضه يقول برضه رصيف 1. انا سمعتها برضه ايه مش بالسمع يعني كده، استوعبتها بأي حاسة تانية أنا سمعتها، ما تقوليش بحاسة السمع خالص. ركبت القطر الحمد لله ورجعت محافظتي الجميلة اسكندرية تاني، وكانت أحلى رحلة شفتها في حياتي. أشوفكم في الحلقة الأخيرة من البرنامج. خلاص أشوفكم إن شاء الله في الحلقة الأخيرة.